طبعا في حلقات بتشتغل ايه بنقسم الوظيفه بتاعتنا لمميزات وعيوب عشان انت تقدر تختار طريقك. فهنتكلم دلوقتي عن المميزات الخاصه بالبرفورمانس ماركتير. ايه هي احلى حاجه في الوظيفه؟ احلى حاجه في الوظيفه ان النتائج واضحه. يعني لو شغلك ممتاز الارقام هتتكلم عنك، لو شغلك لا قدر الله محتاج تطوير او وحش يعني ومحتاج تطوير، محتاج تظبيط، محتاج تحسين، فانت الارقام برضه هتتكلم عنك، فانت مش محتاج تتكلم عن نفسك كتير وعن شغلك كتير. هو شغلك بالارقام هيتكلم عنك لوحدك. الطلب على الوظيفه دي قوي جدا، وتقريبا معظم الشركات وخاصه الاي كوميرس وشركات الساس والستارت ابس اللي بتطمح او بتبقى رايحه ناحيه الجروث دايما بتفكر ان هي تعين بيرفورمانس ماركتير. في اي شركه بتعتمد على الليدز وبتعتمد على البرشيزز اونلاين والكلام ده، فمحتاجه حد يكون بيفهم بيرفورمانس كويس جدا. طبعا الشغلانه دي من اكتر الشغلانات القابله للتطور والتطوير، والسلم الوظيفي بتاعها سريع جدا. يعني انت ممكن في وقت قصير جدا بالنتائج القويه ومع كتر الحملات وكتر المحاولات انت ممكن من سبيشالست سينيور لمانجر. ممكن في وقت من الاوقات لو الشركه دي الجروث بتاعها عالي جدا ممكن تلاقي نفسك الهيد اوف بيرفورمانس او الهيد اوف جروث. فهي دايما السلم الوظيفي بتاعها سريع جدا. ممكن تشتغل فريلانس مع شركات كتير جدا بجانب شغلك، فانت برضو بتفتح لك الموضوع كتير انك تحول المهاره بتاعتك لخدمه قابله للبيع. طبعا لو جينا نتكلم عن العيوب للوظيفه فهنا مش هنجمل الوظيفه قوي، وخلينا نكون صراحه مع بعض. هي وظيفه فيها ضغط كبير جدا زي الجروس ماركتنج، عندك ضغط كبير جدا لانك في النهايه انت راجل مسؤول عن ارقام، فالارقام دايما بتتكلم عنك، فلو الارقام دي وحشه بتمثل عليك ضغط، وهتفضل طول الوقت الشركه تقول لك ها ايه الاخبار، فين النتائج، احنا صرفنا كتير وما حققناش وما الى ذلك. النتائج مش دايما في ايدك للاسف. النتائج بتبقى ممكن تبقى عامل حمله ممتازه جدا، عامل عرض ممتاز، عامل اعلان ممتاز، ولكن للاسف السوق حاليا غير مؤهل لاستقبال الكلام ده، والبرشيزنج باور واقع، فتبقى النتائج مش الطف حاجه، فتبتدي الناس تجيب اللوم عليك بشكل او باخر. طبعا زي ما قلنا كل الشغلانات احنا محتاجين فيها تطوير مستمر ومحتاجين نتابع الابديتس باستمرار، ولكن هنا في شغلانه البرفورمانس انت الميتا دايما بتغير الالجوريثم بتاعها، الجوجل بيغير نظامه بالكامل، التراكنج كود بيتغير، فانت محتاج تغير كل التراكنج بتاعك، الاي اي بيتدخل في كل حاجه وبيعمل كل يوم تطوير جديد، والبلاتفورمز نفسها بتغير الالجوريثمز وفقا لتطورات الاي اي، فانت محتاج طول الوقت تطوير ومحتاج طول الوقت تكون في تعلم مستمر. ساعات الميزانيات الكبيره بتبقى عبء وتبقى ضغط اكتر ما تبقى ميزه، فغلطتك ممكن تكلف شركه فلوس كتير جدا، فبرضه بتمثل عليه جزء كبير من